سطور الصحافة من بريس 23 أستهلها لكم أنا لمار أركندي بأهم ما حملته الصحف العربية والأجنبية عناوينها لليوم. غمزت الشرق الأوسط في هجمات صقور حرية كردستان على قافلة مسؤولين إيرانيين يشرفون على تدريب عناصر داعش. تطرق عمر عياصرة في السبيل الأردنية إلى مخاوف تركيا من قيام الدولة الكردية فتساءل: إلى أين يذهب أردوغان؟ كتب معتز حيصو في الأخبار اللبنانية عن نهاية داعش في سوريا. العرب اللندنية تتحدث عن قوات أمريكية في القيارة لقطع طريق الموصل على إيران. صحيفة التايمز ترمزت عنوان صفحتها الرئيسية عن دور قادم للجيش الألماني. الصباح التركية تتساءل: هل ستمنح الجنسية للاجئين السوريين؟ إيكونوميست البريطانية: داعش يخسر دولته وينتقل إلى حرب العصابات. ميدل إيست بريفنج: إيران في المرحلة الأخيرة من ابتلاع العراق. نشكركم على حسن المتابعة، أبقوا في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.